أستاذي الراقي والمميز أشكرك. والمبدع حياك الله. عادل الجبوري، حياك الله. اليوم احنا بضيافتك انا أهلاً. والاستاذ عبد الكريم. اهلا ومرحبا وحياكم الله وبياكم واهل الفن كله وياكم. الله يخليك. عادل الجبوري فنان مسرحي بصري على نطاق البصرة، وعادل الجبوري فنان عراقي على مستوى العراق. نعم. عملت بالفن سنة 1966 في فرقة اسمها جماعة البصرة للفن الحديث. ايش قد كان عمرك؟ كان عمري يعني بالعشرين. بالعشرين. نعم. هذه الفرقة من تناظر لها انه فرقة متكاملة من كل الشقات. منو كان رئيس الفرقة؟ قصي البصري. تحياتنا للفنان قصي البصري. وعبديله عبد القادر. تحياتنا له. وياسين النصير. تحياتنا لهم جميعا. وعلي العضب. جميل جدا. الصحة والعافية الكبير علي توفيق البصري. تحياتنا قاسم حول. الله. اي اسماء كبيرة. اي اسماء كبيرة. كل اسم هو رمز من رموز البصرة. بعدين التحقوا انا عباس الجميلي. تحياتنا عبد الامير السلمي الكبير. عبد الامير السلمي. الدكتور ابراهيم ابو الهيل. يعني فرقة. فلاح شاكر. اي الدكتور فلاح شاكر. الدكتور فلاح شاكر. اي دكتور فلاح شاكر. يعني مو الكاتب فلاح شاكر. الدكتور فلاح شاكر الكاتب والمخرج. مو ابو الزبير. لا الان اوروبا هو. تحياتنا له. نعم. حسين البصري وحسين الموسوي والله اسماء كثيره رنانه يعني. تحياتنا لهم جميعا. هاي الاسماء الغنيه بالعطاء، الغنيه بالتميز، ماذا قدمت في سنه 66؟ هذه فرقة قبل لا نقول قدمت، هذه الفرقة متكاملة من كل الشروط. عندنا مخرجين، عندنا مؤلفين، عندنا كتاب بالنص الغنائي علي العرب جميل جدا. جميل جدا. عندنا يعني قصدك بفن الاوبريت. فن الاوبريت. نعم. اشتغلنا بعدين تجي لك على فن. ملحنين عندكم؟ عندنا ملحنين. طالب غالي حميد البصري كانوا ويانا. جميل جميل. تحياتنا لهم. اي حميد. نعم. نعم. قدمنا بياد الخير 69 و70 قدمنا المطرقة. أول عمل قدمت الفرقة شو اسمها؟ أول عمل قدمها أيام زمان. لا الفرقة شو اسمها؟ فرقة البصرة للفن الحديث. فرقة البصرة للفن الحديث. إيه؟ في 66 أول عمل قدمت أيام زمان. أيام زمان. تأليف من؟ تأليف الكاتب مصري إعداد أستاذ عبديله عبد القادر أو نعم. الحقين الكبير عبديله عبد القادر. يمكن ناظم جودة اسم المؤلف. نعم. وإخراج قصي البصري. كان قلت لك متكاملة من حيث الإخراج، من حيث الإنارة، إضاءة، من حيث الديكور، من حيث قصي البصري هو المخرج. لابد أن يكون العمل اللي بيه يعني بالقيادة مالته قصي البصري لابد أن يحمل الغناء، الحركات، الإيقاع، اللوحات. لو خلت لا قصي البصري أنا أقول كشكول بالفن. يغني ويخرج ويدرب حركات ومدرب حركات ويشرف على إقامة الأوبريتات. هذا الرجل من الطيبة البيه والإنسانية البيه بالعمل المسرحي خلانا نكون عائلة واحدة. وهذا ما شفناه بياد الخير والمطرقة. ما كان عندنا عنصر نسائي بالمناسبة. أيام زمان ما كان عندنا عنصر نسائي، فالعمل قدمناه بدون عنصر نسائي. أيام زمان لأنه ما عندنا عنصر نسائي ذاك الوقت. المطرقة لا، المطرقة قدمناها أختي وأخته وزوجته بعد أيام زمان. بعد أيام زمان. منو اللي
جدحت عند هاي الفكرة أنه يعني يشرك العوائل. صار عندنا جلسة الفرقة كلها، احنا الفرقة اعتبار عن عائلة واحدة، فرقة مصر فن الحديث. فالاستاذ علي العوض الله يعطيه الصحة والعافية طلع قال أنا عندي أوبرا جديد أقدمه، بس أنا عندي المشكلة هو العنصر النسائي. شو تقولون أبدي بيه ونحصل على العنصر النسائي؟ القاعدين قالوا احنا حاضرين. هذا قال اجيب اختي، هذا قال اجيب زوجتي، هذا قال اجيب قرابتي، وهذا فالكل كل واحد جاب عنصر نسائي. هذا دلالة على أنه الفن أيام زمان كان نقي، كان صافي، وحياتك نقي إلى درجة بحيث إنه هاي البنت وهاي الامرأة لو أختنا لو بتنا. جميل جدا والله جميل جدا. واستمرينا يعني كانوا يحسدوننا بها عليهم. نعم. من قدمنا بياد الخير مطرقة بغداد شافت عملنا، احنا قدمنا على قاعة الخلد ذاك الوقت، كان قاعة الخلد الان يسموها قبل بغداد. قبل بغداد. اي فؤاد سالم كان عضو لو ضيف؟ بداية فؤاد سالم كان ضيف بعدين صار عضو. يعني ضيف في بياد الخير لو المطرقة؟ لا بياد الخير والمطرقة. هاي المطرقة هم مشاركة. اي طبعا. فؤاد سالم. نعم. فؤاد سالم اول ما بدا يسوار الذهب منو جابه؟ جابه قصي البصري. قصي البصري. اي رجل جابه، ورجل فؤاد لو اقول لك يعني على الطيبه مالته والاخلاق عجيبه يعني. هذا الرجل طبعا ما انا ما نتفارق. لا اذا تذكر نادي الفنانين. نعم. كان مقرنا نعم. نادي الفنانين. نعم. هذا الرجل اذا يوم ما يشوفني يجي للنادي، انا وقتها كنت مدير نادي الفنانين بالبصره. نفس المكان مال يم شيراتون. لا خلف الشيراتون. خلف الشيراتون. لا ما يحسب ما صار خلف الشيراتون. كان نادي عامر. كنا عند كل خميس عندنا عمل مسرحي وحفله غنائيه. كان قريب من اتحاد الادباء، النادي مال اتحاد الادباء. لا هم ورا الشيراتون. لا احنا كان عندنا بنايه قديمه، اعتقد كانت بنايه بريطانيه للنقل البحري. شلون حصلتوا عليها؟ حصلنا عليها من يعني كان للفنان وزن وقيمه، يعني يقدرون السلطه تقدرها مثل ما يقولون. يا عزيزي كان ذاك الوقت احترام ما إلى مثيل بالنسبه للفنان. 66 كان عبد الكريم قاسم لو ملكيه. لا عبد الكريم قاسم 58 جاب الثوره 58. فؤاد سالم. اي وانت صديق فؤاد سالم. اي شنو حافظ الفؤاد سالم؟ اغاني ما اعرف اغني. شنو وحياتك ما اعرف اغني؟ لا والله ما اعرف اغني. هاي جنبني عنها ما اعرف اغني. دقيت بابك. اي يا وطن. والله ما حافظ كل شيء. كلمات. اي وانا غريب ببابك. اي تشعر بالغربه؟ اني؟ اي والله. ليش؟ اشعر بالغربه الى حد البكاء. يعني شوف انسان غريب بالبلد يعني حد البكاء. هاي الصومعه مالتي، اقعد انا يوميا بوحدي ما عندي احد. اتذكر اطلع الصور، هذا ميت هذا ميت هذا ميت هذا ميت هذا، ورايك صور كلها الموجودين فنانين كلها موتى، بس انا موجود بهم موجود. اتذكر الاخوان، اتذكر الاصدقاء، اتذكر العمل، اتذكر الحنيه، اتذكر الطيبه. زوجتي راحت وخلتني يعني بقيت يعني مثل التايه. استاذ جابر، استاذ عادل، استغفر الله، مع الكاميرا، باع لي الكاميرا، تحدث ويا زوجتك اللي راحله الكلمات اللي ما قلت لها هي، احكي لي. الكلمات هي حقيقة حسرة يعني بالقلب. هذه الامرأة، لا احكي وياها. إليك أيتها العزيزة الغالية التي غادرت هذه الدنيا وجعلتني كالطفل أحن إلى أمه. أنت كنت كل شيء في حياتي، كنت أمي وزوجتي وأختي وكل شيء. بعدك حدث ما حدث لي. الدنيا بعدك خراب. ماذا أقول؟
أقول يرحمك الله، يرحمك الله الإنسان الملكة، أيها الإنسان الرائعة. والله حتى كانت الأرض حزنت عليك من رحتي. الطيبة التي تمتلكينها طيبة ملائكة. أنتم سابقون وإحنا بعدكم بإذن الله لاحقون. سعادة لوحدك بالطابق الأرضي. أي. ومع المرحومة هم كنت بنفس أي. المكان. تشوفها بالبيت؟ شوف بالمنام، أشوف بالبيت في كل مكان أشوفها. من أفتح الدولاب مالي أشوف قبالي، أقعد بالغرفة بالديوان أشوف قبالي، من أدخل المدرسة تنقل الباب ترى إنه جاي من الدوام، جاي من المدرسة وتدق الباب. أو كانت أحكي ويا نفسي، أكلم نفسي، ما أحكي ويا نفسي. يعني ما أريد واحد يطلع علي خاف يقول علي إنه هذا مجنون أو هذا. أكلم نفسي. فاليوم يعني انتبه على ابني، قال لي بابا ايش بيك؟ لا ما بيجي. قال سمعك تحكي ويا روحك. قلت له هاي هموم الدنيا، هاي هموم الدنيا. تتذكر أصدقائك، تتذكر أحبابك، تتذكر كل معارفك، يحز بصدرك. أنا من أدخل قاعة التربية أدحج على الستيج وأنا أتذكر فيصل حسن واقف قبالي، محمد سعيد الرباعي، حسين زيدان، أسعد عبد الحسين، أتذكر كل الجماعة الموجودين أتذكرهم. اسمه الله يرحمه جاسم حمزة، خضر البدري، عزيز الكعبي. هاي الفطاحل كانوا بالمسرح. كنا نتسابق على المسرح. أبو أزهار الله يرحمه. شو اسمه؟ حسين زيدان. حسين زيدان الله يرحمه. حسين زيدان طالب جبار. عفو في عليك ذكرتني. طالب جبار هذا الإنسان الرائع. جمعتك يعني أعمال عديدة معه؟ كل عمل اشتركت به كان وياي طالب جبار من 66. أول عمل مع طالب جبار أيام زمان أنا خادم الفندق وهو صاحب الفندق. آخر عمل مع طالب جبار؟ آخر عمل ويا طالب جبار أوبريت طوق الذهب. طوق الذهب. وتوفى الله يرحمه. الله يرحمه. ظهور المسرح الغنائي بعد المطرقة وبعد بياض الخير، وين ظهر بالتربية؟ العمل المسرح الغنائي. لا ما كان بالتربية اكو مسرح غنائي، كان اكو لوحات اوبريتات. ولا اوبريتات، ما كانوا يعرفون اوبريتات. لوحات فنية، لوحة لوحتين ويعتبروها. يا سنة هاي؟ بالسبعينات. بالسبعينات انا اتذكر كانت لوحات. لا قصدي اوبريتات هي اوراق من التاريخ وهذاك بعد فرقة قومية او لا التربية ما قدموا بعد قدموا نيران سلف الحان مجيد العلي الله يرحمه، او هم فؤاد سالم كان بيها. بعد نيران سلف انا ما جاي احكي لك عن الفرقة اللي جات المدرسة، النشاط المدرسي. عندما اجى طالب جبار ويا هاشم يوسف. نعم. ويا الفرقة الكبيرة، الفرقة الموسيقية، ومعاكم انتم. نعم. تشاركون. نعم. تشاركون بأوراق من التاريخ، هذاك القرن العشرين، الفارس والرايل، سد مأرب، هاي كلها انتم مشاركين بها. وكان الاوبريت الغنائي، المسرح الغنائي والاوبريت بالذات كان يذهب الى المهرجان القطري، عشان يسمونه مهرجان القطري للاوبريت. نعم. دائما تحصل البصره على الاولى. نعم صحيح. كان المن تنطي الفضل لانتعاش الاوبريت الى فرقه الفن البصره الفن الحديث لو التربيه. لا البصره
البصره ما كان حد يعرف اوبريت بذاك الوقت. يعني بعد بياض الخير المطرقه بدات المسرح، بس المسرح الغنائي والاوبريتات. جميل جدا. حدثني عن الاعمال اللي هي بعد المطرقه وبعد بياض الخير. من انتقلنا الى دائره السينما والمسرح، الفرقه القوميه 76 77. نعم، تشكلت الفرقه كان اسمها الفرقه القوميه للتمثيل والفنون الشعبيه. نعم. الموجود بها الله يرحمه طالب الجبار الله يرحمه، وعبد الله عبد القادر، قصي البصري كذا. قصي البصري ما كان موجود، بس كان عضو شرف يستضيفونه يخرج اللوحات. نعم. والمرادف له كان الله يرحمه طالب جبار. نعم. قدمنا اوراق من التاريخ حضرتك. نعم. قدمنا عراق مهد الحضارات. قدمنا نيران السلف. هولاك القرن العشرين. نعم. اكثر هاي الاوبريتات قدمت على مسرح بابل سنويا. مسرح بابل هيا سنه من الثمانينات. نرجع للثمانينات. هو هنا راح جاي يصير خلط. الاوراق من التاريخ، هولاك القرن العشرين، مهد الحضارات، الفارس والرايه قدم بالسبعينات، نهايه السبعينات. بالثمانينات قدم في بابل اي اوبريتات اللي شارك بها طارق العذاري، واللي شارك بها حميد صابر، مو اللي هم الجنيه والكاسور والحكايه الشعبيه. وقدمنا قبلها العروسه بهيه. العروس. نجي نترك الجنيه والكاسور ونترك اي ثاني اللي قلنا عليه. نقف عند العروسه بهيه لان في صوره فوتوغرافيه شفت قصي البصري وشفت طالب جبار الله يرحمه. نعم. في صورة الفوتوغرافية. وانتو احكي لي عن العروسة بهية. العروسة بهية من الأعمال الغنائية الجميلة كلش. وشارك بينا المرحوم رياض أحمد الله يرحمه. كانوا ويانا من ضمن المطربين المغنيين رياض أحمد. ذاك الوقت احنا كفرقه قلت لك مثل ما حكيت لك ان فرقه متكامله موسيقيين. نعم. يعني مؤسسه انتم. يعني فرقه محسودين عليها. نعم. حتى اهل بغداد يقولون انتم فرقتكم احسن من فرقتنا، لان كانت تتذكر عليها فرقه بغدادكم عميان. صحيح. نعم. كم واحد. نعم. واحنا العناصر الموجوده عندنا كلهم اكاديميين. قدمنا العروسه بهيه في البصرة وقدمناها على مسرح بغداد. في بغداد. نعم. مسرح بغداد كان يديره فرقة الفن الحديث جماعة يوسف العاني والسامي عبد الحميد. أي سنة؟ بالنهاية السبعينات. ما بين العروسة بهية وحسيبة خاتون. كانت الفرقة القومية. ماذا قدمتم بين العروسة بهية وحسيبة خاتون؟ الأعمال. طير السعد كنت أنا البطل ماله الديو. شاركك المرحوم محمد سعيد الرباعي وجابر ميزة. كل الممثلين الرواد يعني. طير السعد. نعم. وبعد قدمنا عسل النحل. كذلك بطولتي أنا. نعم. شارب النحل. نعم. تأليف وإخراج المرحوم جبار صبري العطية الله يرحمه. كنت أنا هم بطل مالته وكنت المدير مسرح ماله. قدمنا الفرقة القومية. جبار صبري العطية يعني استضافته بالفرقة، قدم أعمال غير الكتابة، غير كمؤلف. قدم لنا كمؤلف كمخرج ماذا قدم؟ قدم عسل النحل، وقدمنا اسمه رجل من طين، وقدمنا والله قدم اكثر من عمل. عبد اليمين السلمي. كان عبد اليمين السلمي وجبار صبري العطيه. رجل من ماء. رجل من ماء. قدمته في بغداد. دخلت بها الفنون الشعبيه يعني. اكو ملاحظه استاذ العزيز، من طلع الاوبريت والاغاني
سووا المخرجين ظلوا يضيفون اغاني شعبيه يدخلوها ضمن الاعمال المسرحيه. ليش؟ لانه تعطي بهجه وتعطي رونق اكثر. زين اريد هي الامثال تجلد ولا تقاس، مو تضرب ولا تقاس. هاي اللي كان يسويها المخرجين بالسبعينات بدايه الثمانينات، وهسه اللي جاي يسويها المخرجين هسه بالمسرح التجاري هم يضيفون رقصات وشلون، بس ذيك انقى كانت. بطلب من بعض الاساتذه عندهم شأن بالمسرح البصري، طلبوا مني ان اقدم تاريخ عن المسرح بالبصره. نعم. وبديت ابدي به من بدايه الستينات. حلو. الى ان اطلع التقاعد بال 2013. كل الاعمال عندي مدونه. هذا العمل فرقه قوميه، شناشيل حسيبه خاتون. شناشيل حسيبه خاتون. هذا يعني منشور وين؟ هذا جريدة طريق الشعب، العدد 427، تاريخ 19/2/75. هاي حكايه شعبيه حكايه شعبية، مسرحية حكاية شعبية. خلينا نشوف هاي امتى تاريخها. وين تاريخ صار؟ هاي تاريخها بال 1900. لا اي ما موجود التاريخ هنا. لا موجود تاريخ الجريدة هنا. هاي بجريدة القادسية. اي 1986. هاي شهداء ينهضون. أعزائي المشاهدين، الشهداء ينهضون. طبعا بالمناسبة الأوراق قديمة جدا وتقريبا ممزقة. هاي وين نشرت؟ هاي نشرت بجريدة الفنون. جريدة فنون. هاي الصفحة مال الصفحة الفنية. نعم. الشهداء ينهضون. هذا المسرح المهرجان، المسرح الثاني للفرقة القومية التمثيل، قدمنا هذا العمل. هاي وياكم ثائر عبد الحسين المياحي، تحياتنا له. وسميرة الكعبي الفنان الكبير الرائد. حكيمة عباس، تحياتنا لها. اي كان لها عناصر كان جيدة. اي سمية كانت. نعم. هذا العمل سمية سمية اللي هسه سمية قاسم. سمية قاسم. طير السعد كنا بدور الديو. طير السعد. نعم. الله. هذا عبد الله عبد القادر هو المخرج. لا المخرج نصر عوده. هذا العمل مكتوب المخرج. لا هذا عمل. هذا عمل. هذا الصورة مال. هذا حرم صاحب المعالي. هاي الأعمال الكراس بعدة أعمال. اي نعم. جميل جدا. هاي مسرحية تراب سنة 1970. مسرحية تراب بالشقد 1970 تأليف طه سالم، إخراج عبد الأمير السماوي الله يرحمه. مسرحية انعرضت بنادي العشار، الاتحاد الرياضي بالعشار. نعم. مسرحية المفتاح سنة 1970. مسرحية المفتاح. انت مرجع للمسرح البصري استاذ. اي لا ما ادري انا اسوي دراسه عنها. المفتاح هم 6/12/1970. مسرحيه احتفاليه للوطن والناس سنه 1982. للوطن والناس نعرض بال 82. عرضت حتى في بغداد. هاي جميل جدا. فيها فيصل حسين، شكل عطار، نصير عوده، عبد السلام البراك، سميرة الكعبي، حيدر الشلال، نوال السلمان،
سلمان الجميلي اي سلمان خضر البدري جبيلي الجبيلي، عبد الجبار التميمي، عواطف السلمان، عامر جاسم الله يرحمه، محمد سعيد الربيعي. هاي طبعا العلوة مسرحية العلوة هاي يا سنة إخراج الكبير قصي البصري. اي بالثمانينات. بالثمانينات. منو وياكم كان؟ جابر ميرزا. أعزائي المشاهدين هاي صورهم، هاي الفولدر البولجرام هذا. جابر ميرزا، محمد سعيد الربيعي، شاكر العطار، خضر البدري، عواطف السلمان، عبد الجبار التميمي، حكيمة عباس، عواطف حسين، سميرة الكعبي، عادل الجبوري، اي الكعبي، اي بنت عزيز الكعبي، بنت سميرة. نعم. خلينا نشوف كلمة مدير المسارح بسنة، يا سنة قلت لي؟ بالثمانينات. منذ 10 سنوات يقول الكلمة، تقول بالفولدر: قدمت فرقة البصرة التمثيل العديد من الأعمال المسرحية التي تباينت في مستواها واختلفت في طروحاتها وأشكالها وأساليب بنائها، ولكي ننهض بمسرحنا لابد من رفده بدماء جديدة مؤمنة بدور المسرح وأهميته. جميل جدا، حتى يعني التقديم للأعمال جميل وراقي. سألتني قبل شوية، قلت لي على مود له أنتم استفادتوا من المسرح والأعمال اللي قاعد تقدم، قلت لك خزي ونهار. نعم. لا مو قلت لك تشابه يعني. هاي أحد المقابلات. شنو كان عنوان؟ عادل الجبوري الفنان المسرحي. هاي يا سنة بالسبعينات. بالسبعينات لقاء صحفي مع الفنان المسرحي عادل الجبوري في البصرة. نأكل الحصرم ولا نشترك بالمسرحيات الهابطة. جميل جدا. ما كنا ننظر للفلوس ولا كنا ننظر للمادة، ما كنا نعرف. يعني محاربتكم لهكذا أعمال منذ السبعينات. أي نعم. لا ما كنا نرضى، لأنه إحنا مسؤولين أمام المشاهد. باكر المشاهد يحاسبك السيد، باكر إحنا خوفنا من المشاهد. باكر يقول لك عم انت ادائك مو زين، عملك مو زين، التاليف مو زين، الاخراج مو زين، كنا نخاف من استاذ عادل الجبوري. نعم. انتم قبل كنتوا يعني عادل الجبوري، فيصل حسن، طالب جبار، قصي البصري، كانوا من يمشون بالشارع يعرفونهم، المجتمع يعرفون. نعم. هاي الظاهرة غابت هسه. غابت. شنو كنا ذاك الوقت نخاف من نفسنا، نحترم نفسنا، نخاف منه. ليش نخاف؟ لأنه كانت أخلاقنا عالية، خاف يتبادر عندنا شيء يقول لك بعض الفنان اللي خاف روحه هاي شيء أخلاقيته، فكنا كلش محترمين، كلش نخاف من الناس. حتى ملبسكم، ملبسنا وسلوكنا وكنا يعني ليش؟ وحتى اختياركم للأعمال. طبعا. بالمناسبة اختيار الأعمال كانت عندنا تقعد اللجنة مال، أنا كنت من ضمن اللجنة، تجينا عدة نصوص ونقراها. هذا العمل نقدمه، هذا العمل ما نقدمه، نختار العمل الجيد. لأن أنت باكر محاسب حتى بالنسبة للمخرج اللي تختاره. يعني باكر يقول لك أنا أنتم هذا ممثلين، إحنا جمهوركم، وأكو شريحة كبيرة من البصرة مثقفة كانت فقط الفن الحديث، تطالبنا بالاعمال. وعوائل كانت عوائل استاذ المسرح. نعم. عوائل كان المسرح محترم. شوف انت من تشوف القاعه مليانه كانما عرس. صح. عرس بالملابس، عرس بالوجوه، عرس بالجان، الناس الجايه، فكنا نخاف نقدم عمل مو زين، لا نصير نقد الاخرين. الان ذكرت لي أنه أكثر من طالب دراسات عليا. نعم. حضر إلى هاي بيتك. نعم. وطلب من عندك معلومات عن فترات معينة. نعم. من اللي حضر من الطلاب اللي هم الآن أصبحوا أساتذة؟ الدكتور ناصر هاشم. تحياتي للدكتور ناصر هاشم، والرجل يعني ما ينسى الوضع، وحكمة قطافة اجى. تحياتنا لحكمة قطافة. وبعد واجوا شخص دزوا لي على اساس يجي، فاجى يومين، ولانه حقيقة
خفت يعني أنا أنطي المعلومات وأنطي البروجرامات وأنطي الصور وتروح من عندي وأنا عندي أرشيف. ترجع لك هي يعني السواء الشغلة سويها وياي حكمة قطافة. حكمة قطافة ما رجع لك ما كل شيء ما رجع لي، وعاتبت الدكتور طارق العذاري لأنه هو دز إلي، وأنا الدكتور طارق أحبه وأحترمه اي والله شنو يعني يذكرني بالله يذكرني بالاسم ويروح على الارشيف مالي. ما محتاج انت، ما محتاج يذكرني بالاسم. نعم. يعني هسه ليش من ايدك اكتب عن المسرح بالبصره يرى لي ارشيف كامل. وين وصلت بالكتابه عن المسرح بالبصره؟ وصلت الفرق بالستينات والسبعينات. يعني وين بعد الثمانينات وبعد التسعينات؟ بالثمانينات كانت الفرقه الوحيده يعني بعدك انت ما يعني واصل نص التاريخ. اي ليش نص الطريق؟ لانه من جت الفرقه القوميه الفرق الباقيه كلها قعدت. اكو في مناسبه ما كنت جالس انا بورشه. نعم. تحدث بها احد الاشخاص عن فرقة البصرة للتمثيل. نعم. معي؟ نعم وياك. قال فرقة البصرة للتمثيل قدمت عمليا وانلغت، والتلفزيون تبنى الفرقة وصارت فرقة التلفزيون وقدمت كذا عمل. أنا يعني اعترضت على هذه المقولة، لأن كنت حاضر أعمال الفرقة القومية. صح هي قدمت عمل يعني أكثر من عمل للتلفزيون، بس الفرقة القومية كانت موجودة. تحدث لي عن هذه يعني الحقيقة. نعم. من شكت فرقة الفن الحديث الفرقة القومية للتمثيل استقطبت كثير من العناصر الفنية اللي كانوا بالفرق. نعم. يعني أنا كنت في فرقة الفن الحديث، وهذا كان فرقة التربية، وهذا كان فرقة الجامعة، وهذا كان فرقة التلفزيون. الطريقة اللي أخذتها الفرقة القومية هي كالآتي: أنه جاب أنتم يا الفرق، هاي فرقة الدولة وبها كل الشروط الموجودة، تجون تقدمون أعمالكم، تجون ممثلين من الخارج بس على الأساس، لكن فرقة القومية ممثلين. نعم. لأن ذول رواد معروفين. أكيد. أنت تجيب لك واحد اثنين تقدمه، انتوا قبل لم تكونوا رواد، هاي الفترة اللي تقول عليها كنتوا شباب. اي لا بال 76 اي كنتوا شباب. اي بس عندنا يعني اعمالنا قويه كانت. نعم. المخرج اللي يجي يقدم عمل له اجور مكافاه، يعني يجي يعني يحترمون الفنان ويقدرونه. له مكافاه وعمله يصور، فاستقطبت كل مثل محمد وهيب الله يرحمه، اسمه عبد السماوي، جبار صبري العطيه، وكثير من المخرجين. يعني مو هذا سؤالي. سؤالي هل صحيح ما يقول اللي ما جاء اذكر اسمه، يعني انه الفرقه القوميه قدمت عمليا وانلغت، وفرقه التلفزيون هي اللي كانت تقدم الاعمال بذاك الوقت؟ لا تحدث لي. ماكو شيء. الاعمال اللي قدمتها القوميه بالاسماء قاعد لي اياها. اعمال كثيره والله، اكثر. اني لا ترجع للواقع، احكي لي اياها. يعني مو شوي الذاكره. شناشي الحسيبه خاتون. حسن النحل. شهداء ينهضون. حكايه شعبيه. سعدي ايش قدم؟ هذا الشهداء ينهضون. لا سعد يوسف. سعد يوسف المخرج الدكتور. قدمنا الشهداء ينهضون، قدم لنا. وبالمناسبه بعض المخرجين اجونا البصره، مثل الاستاذ سعدون العبيدي. شنو قدم سعد العبيدي؟ قدم نهر المواويل. من كان يقدم محاضرات عندنا بالمعهد ويخرج وخرج لنا عمل نهر المواويل. يعني استغل انه جاي يخرج لكم عمل وقدم محاضرات. نعم. وجانا بعدين فتحي زي العابدين. شنو قدم؟ قدم هو المواويل. قدم نهر المواويل. وسعدون العبيدي قدم المرجوحه. سعدون العبيدي. الأم شجاعة وين قدمت؟ الأم شجاعة قدمت على مسرح التربية. المن؟ للقومية ولا للتربية؟ لا، للتربية. ماذا قدمت الفرقة القومية للتمثيل بالنسبة للمسرح الجاد؟
عندنا نوعين من الاعمال. عندنا اعمال شعبيه وعندنا اعمال جاده. الاعمال الجاده كان دائما نقدمها في المؤتمرات والمهرجانات. اذكر لي عمل قدمناه حزنا به بالجائزه الاولى في بغداد اسمه البديل. اي بعد تمثيل عواطف سلمان وانا تحياتنا الكبير عواطف سلمان. بعد اي قدمنا مسرحيه المجنزره من المهرجان. قدمنا مسرحيه العروسه بهيه قدمناها. قدمنا مسرحيه كل اعمال كان مسرحيه ممثل تاليف كاظم الحجاج. بعد رجل من ماء قدمنا على مسرح جاد. اي قدمناه على مسرح خيمه في بغداد. لا انا شفته بمسرح ما ادري اي مسرح علبه. انا كنا مشاركين بالمسرح العربي، مهرجان المسرح العربي. المسرح العربي هم قدمنا، وقدمنا جانا مخرج تونسي. احنا مشاركين ويا كريم عبود وعبد الخالق كريم. الحلم والهامش في رحله قلقاش. انتم كنتوا تقدمون رجل من ماء، وانتم قدمتوا عمل على مسرح باب المعظم كان مقر في المشاهدين. الحلم والهامش. الحلم والهامش. وجانا مخرج تونسي اسمه محمد الهاشمي اليكحل من تونس، جابت دزت لنا اياه بغداد وقدمنا السندباد البحري. عرضناه على مسرح الخيمه بالثمانينات. مسرح الخيمه في بغداد. نعم. قدمنا، كان من الاعمال الحلوه الجيده. استاذ عادل الجبوري، رسالتك الى الفنانين في البصره ماذا تقول لهم مع الكاميرا؟ من هم الفنانين اقول لهم؟ يا هم ماذا تحددهم؟ انا اقول لك الفنانين في البصره، ما انت من هم بعد تحددهم؟ اذا انا الرواد. لا الرواد ما يحتاج. ما بقينا احنا 3 نفرات. لا ما يحتاج. هم يوجهون الرسائل للرواد. لا تتحدث معهم. انا اتمنى من خلالك من الكاميرا، اتمنى يا اخوان، وسبق ان قلت هناك تاسست البصره صرحين فنيين، معهد الفنون الجميله وكليه الفنون الجميله. هاي الصرحين قدمت الكثير، اخرجت الكثير من الممثلين والممثلات على كل الايام السنين. عندنا معروفه يعني حضراتكم تعرفون انه كليه فنون جميله ومعهد فنون جميله بالمسرح وبالموسيقى وبالتشكيلي وبحتى كل الاشياء. وبالاخير مع الاسف فصلوا الولد عن البنات، خلوا معهد فنون جميله للبنات والبنات، وهاي الطامه الكبرى. اتمنى كل خريج اذا هو انا اسال سؤال، انت ليش جيت معهد فنون جميله او كليه فنون جميله؟ ما تصبح فنان يا حبيبي يا بعد عيني. انت مثل فنان تاخذ الشهاده تروح تقعد بالبيت، ما يصير. انت فنان، تيجي نقابه الفنانين، تجي الفرق الموجوده، يابا تعالوا انا عندي مشروع بدي اقدمه، تعال قدم مشروعك. انا اريد امثل، تعال قدم.